اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. تعالوا النهاردة هقول لكم على أسرار جميلة جدا في تربية الحمام عشان تكتري من البيض وما تلحقيش على جمع الزغاليل. تعالي النهاردة هقولك أنا بضيف مكون سحري على خلطة الحمام. المكون ده عبارة عن ايه؟ هقولك يا ست الكل، مش هبخل عليكي. معلقة كبيرة من السمسم زي ما انت شايفة كده، بضيفها على الدشيشة الخشنة والعيش زي ما اتفقنا، ده كنز أساسي في تربية طيورك عامة. شايفين ما شاء الله ده السمسم. بقلب كل الكلام الجميل ده مع الدشيشة الخشنة. طبعا خلطة بتنفع للبط، للفراخ، للحمام. ما شاء الله، مش هقولك بتزود عدد البيض وتزود عدد الزغاليل بكميات ما شاء الله اللهم بارك. هتجربيها وهتحكمي بنفسك. طبعا بالإضافة ان انت بتجيبي كيلو علف بياضة، ده بيزود اكتر. وطبعا السمسم يعني كالسيوم، يعني مفيد جدا. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله. وطبعا هنصحك ان انت ما تحطيش اكل للحمام غير لما يكون جعان ومخلص كل اللي قدامه اول باول، بيبقى افضل طبعا، عشان لما بتحطي اي حاجة بعد كده بياكلوها وبيستفادوا منها. ودلوقتي يلا يا احلى مشاهدين نجمع الزغاليل بتاعتنا النهاردة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شايفين ما شاء الله. والنهاردة الاسعار بقت نار، يعني زي ما انت شايفة كده ربنا بيكافئك ويجازيكي طول ما انت بتتعبي. زي ما قلنا فعلا الايد الشقيانة كسبانة. بتكسبي ان ربنا بيباركلك في حاجتك وبيرضيكي وبيديكي الحاجات الجميلة دي ما شاء الله. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال اللهم امين. شايفين ما شاء الله حجمها جميل ما شاء الله اللهم بارك. ده حمام بلدي طبعا، فحجمه كده كويس جدا. ودي الزغاليل بتاعتنا الصغيرة. شايفين الجمال؟ سبحان الخالق. انا حبيت اوريكم الانتاج النهاردة ازاي بيزيد ما شاء الله من معلقة السمسم اللي انا حطيتها كتجربة. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك وكومنت واشتراك في القناة ودعوة حلوة من قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.